الشكل اللي احنا طلعناه دلوقتي ده، وده actually يعني technically هو ال formal definition بتاع ال derivative. طبعا هو ده مش ال perfect، عشان هو في هنا limit ويعني شوية تغييرات تانية، بس for now يعني هنركز على ده يعني. فالديريفيتيف هو عبارة عن ايه؟ انت كأنك بتقول ان انا دلوقتي هجيب لك الفيلوسيتي عند اللحظة اللي انت واقف فيها، بس انا اكشلي مش هعمل كده. انا اكشلي هاخد نقطة يعني so small او so يعني close للنقطة بتاعتك في المستقبل او بعديها بشوية، وبعد كده هحسب لك فيلوسيتي عندها، ومن كتر ما الديستنس دي صغيرة هي تعتبر هتبان لك كأنها هي الفيلوسيتي بتاعتك في هذه اللحظة. هو ده الايديا هنا يعني. جميل. عايزين نفيجوالايز النقطة دي، ممكن نعملها فيجوالايز. لو انا عملت زوم ان على على الجراف اللي هي في الحتة دي، تعال نرسمها هنا. ده الحتة الزرقاء اللي في المربع دي. فدلوقتي انا هبدأ دي هي تي، فانا عايز ازود دي تي، فانا هزود distance. نحطها بلون تاني. هزود distance دي تي، وفي الوقت اللي انا زودت في الديستنس دي في زيادة هتحصل في الديست في الديستنس اللي هي هتبقى دي اس. فانا لو عايز اجيب السرعه او اللي هو الفيلوسيتي هنا، هجيب الديستنس اوفر تايم. فالديستنس هي دي اس والتايم هو دي تي، فيطلع لي ان هو الفيلوسيتي هي عباره عن الديريفيتيف بتاع البوزيشن او الديريفيتيف بتاع الديستنس. هي ساعات بنقول ديريفيتيف، ساعات بنقول بوزيشن، ساعات بنقول ديستنس، عشان تكنيكلي هما بيعتبروا فيري كلوز. يعني لو انا مشيت ديستنس فانا واقف عند بوزيشن معين لو انا هبدا من الصفر يعني. جميل. فدي نقطه مهمه. وفي نقطة interesting هنا، وهي ان بالشكل اللي انا رسمته هنا ده، مش ده بيفكرك بكونسيبت المفروض ان تكون انت عارفه؟ المفروض يعني اللي هو السلوب. السلوب هو الرايز اوفر الرن، ده اللي احنا بنسميه كده. فالرايز اوفر رن، فده معناه ايه؟ ده معناه ان الفيلوسيتي هي تعتبر سلوب، بس سلوب بتاع ايه؟ سلوب بتاعت نقطتين الديستنس ما بينهم على اللاين بتابروتش زيرو. يعني خد لحظة كده واستوعب النقطة دي. خلينا ننزل تحت كده ونرسمها تاني. طيب هنرسم اللاين ده تاني. جميل. عندنا النقطة دي تي بتاعتنا قصاد تي تحت يعني. جميل. عشان ده اكسس يعني والكلام ده. جميل. لو دي تي انا هرسم دي تي كبيرة شوية عشان نعرف نشوفها يعني. فاللي بيحصل ان هو جست انت الديريفيتيف ان انت بتجيب نقطة تانية تي بلس دي تي هنا مثلا، وبتحسب السلوب ما بين النقطتين دول. يعني حرفيا جست بتحسب الهايت تشينج الرايز ديفايدد الرن. جميل. طيب الديريفيتيف بيعمل ايه بقى؟ احنا قلنا ان طالما هي دي تي فده معنى ان هي بتابروتش زيرو، يعني دي تي ابروتشز زيرو. طب ده معنى ايه؟ معنى ان النقطة دي عمالة تقرب عمالة تقرب عمالة تقرب عمالة تقرب، هتوصل بوينت ان هي هتبقى سو كلوز للنقطة الأصلية ان انت هتكون بتجيب ايه بقى؟ هتكون بتجيب السلوب بتاع التانجنت لاين للنقطة. يعني ايه تانجنت اصلا؟ تانجنت معناه ان هو، طيب خلينا نرجع نقطة اصلا هو يعني ايه تانجنت اصلا. التانجنت لاين معناه ان هو لو انا عندي some sort of curve، هو الكيرف عبارة عن ايه؟ عبارة عن points كتيرة جنب بعض to the point ان هي almost يعني احنا بنشوفها كأنها لاين. هو ده the point of a line اصلا يعني. طب يعني ايه tangent line؟ tangent line يعني هو line بيعدي بيلمس يعني theoretically يعني نقطة واحدة بس. يعني كأنه، طبعا احنا مش هنشوفها يعني، بس كأن في a specific point هنا، سوري، كأن في نقطة واحدة هنا، هو دي بس اللي لمسها، ما لمسش ولا بوينت تانية حرفيا.
يعني definition تاني ليها من واحد من الفاوندرز بتوع calculus، يعني ان هو a line that touches two infinitely close points. يعني points هما infinitely close، هما من كتر القرب هما يعتبروا يعني جنب بعض، بس هما مش نفس النقطة. يعني هو دي برضه نفس كونسبت دي تي الكونسبت بتاعه اللي هو احنا so close to zero، الديستنس ما بيننا so close to zero بس هي مش زيرو. يعني هي دي النقطة يعني. فلو دخلنا ان احنا هنوصل البوينت سو كلوز للنقطة الأساسية بتاعتنا بس هي مش النقطة، يعني اولموست زيرو لكن هي مش زيرو، انت اللي انت بتعمله ان انت لو برضه تشوف الفيجواليزيشن عشان هيفرق وهيساعد معاكم كتير في النقطة دي. بتحسب السلوب عند النقطة دي مع اولموست نفسها. يعني كأني باجي هنا ارسم خط كده تانجنت لاين للنقطة دي، ممكن يبقى شكله عامل كده مثلا. هو انا اخترت لون سيء، نرسمها تاني حاجة شبه كده مثلا، يا دوبك بيلمس بس النقطة دي بس، فده التانجنت لاين. فهو اللي بيحصل ان هو اكشلي الديريفيتيف في الاخر هو بيحسب يعني ده برضه الديفينيشن اللي هتسمعه فورمالي برضه في الجامعة او في المدرسة، ان هو بيحسب السلوب بتاع التانجنت لاين عند النقطة. هو ده اللي هو بيحسبه. ليه بيسطا اللي احنا قلناه زي ما قلنا؟ عشان انت لو فكرت فيها ان هو بيزود سمول ديستانس وبعد كده بيحسب الرايز اوفر الرن، هو بيحسب السلوب، ولو النقطه دي قربت اكتر واكتر واكتر هتوصل بوينت انت بتحسب التانجنت لاين النقطه دي. وبس هو ده الديريفيتيف، واحنا كده عملنا افويد للبارادوكس بتاعته. عشان البارادوكس بتاعت الديريفيتيف لو حدش خد باله يعني، هي ما زالت النقطه بتاعت ان هو مينفعش تحسب instantaneous rate of change عشان change محتاج more than one instant. يعني حليناها ازاي؟ ان احنا دلوقتي بقى عندنا دي تي اللي هو distance، فهو تكنيكلي بقى عندنا 2 instance، بس من كتر ما دي تي صغيره احنا وهي almost بتابروش زيرو، احنا بنأسيوم ان هي كانها instant واحده. هو ده التريك يعني اللي بتسمح لنا ان احنا نقول جمله instantaneous rate of change. لكن في الحقيقه هي مش instantaneous rate of change، هو في الحقيقه هو زي ما 3 بلو 1 براون قالها يعني، هو بنقول ان هو ده البيست constant approximation. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انا عند النقطة دي عايز احط رقم، يعني just one number constant يعني يعبر عن النقطة دي، ده هيبقى اقرب value. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا يعني في سؤال هنا interesting هيوضح لنا النقطة دي اكتر. يعني العربية عند point zero عند time equal zero، هل هي اتحركت ولا لأ؟ تكنيكلي لو خدت الديريفيتيف عند النقطة دي زي ما قلنا يبقى s of t plus dt minus s of t على dt. طب s of t plus dt هي هتبقى رقم، يعني هو s of t اصلا بزيرو عشان احنا لسه متحركناش، احنا عند t بزيرو. s of t plus dt هو رقم، يعني هو التكنيك العربية اتحرك يعني لو هتبص يعني على الجراف اللي هو بقى مليون تايمز زوم، يعني هي اتحركت ديستنس صغيرة جدا جدا جدا، مثلا 0.00001. والدي تي مثلا برضه هيبقى رقم صغير، هو 0. رقم معين يعني. فانت لما تقسم ده على ده هيطلع لك فيلوستي، لكن هيطلع لك فيلوستي صغيرة جدا، فممكن ناس تعتبرها صفر. فكده في ناس هتقول لك ان هو لا، هو تي بزيرو عربيه ما اتحركتش، بس العربيه اتحركت بدايه من تي بيجر ذان زيرو. دي تريك يعني، عشان تكنيكلي يعني ممكن تقول تي بيجر ذان اور ايكوال زيرو اللي هو يعني زيرو انكلودد. لا احنا بنقول ان هي بعد الزيرو على طول اتحركت. يعني ده اللي الناس بتقوله يعني. فالناس تانية بتقول ان هي اتحركت تكنيكلي عند زيرو بس very very small velocity يعني. فده برضو some sort of paradoxical question، سؤال برضو يعني صعب تجاوبه يعني، عشان هي ليها velocity لكن هي negligible، وتكنيكلي انت اصلا برضو مش بتحسب يعني. لو هتحسب instantaneous velocity بجد فهي زيرو، بس احنا عشان بنحسب derivative ففي instant، فاحنا بناخد يعني very small distance بعدها، فانت كده already بتغش، بس ده مقبول. فلو حسبت ان هي قشطة فكده بقى عندك velocity بس velocity صغيرة يعني. هي paradox الى حد ما، بس still يعني الايديا اتمنى تكون وصلت من حوار الديريفيتيف يعني.